السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايب قلبي؟ صلوا على النبي. النهاردة هنعمل أكلة اقتصادية وخفيفة وكل مكوناتها عندنا في البيت. هنجيب ده كوباية ونص رز، وطماطم مضروبة، بصلاية مبشورة، ده ماجي نص مكعب ماجي، وملح وفلفل أسمر، وبطاطساية مقطعة مكعبات. بس هي دي أكلتنا النهاردة. تمام. هنجيب حلة هنحط فيها شوية زيت وشوية سمنة، وهننزل بيها بالبصلاية اللي احنا بشرناها، هنسيبها تدبل معانا دبلان كده بسيط. تمام. هنفضل نقلبها كده عشان ما تتحرقش مننا ولا تتلسع، ونقلبها ده حاجات بسيطة كده يعني. هنفضل نقلبها كويس قوي قوي قوي. تمام. ولحد ما تدبل معانا، مش عايزينها تحمر ولا تلزق. تمام كده بقت تمام قوي. هننزل عليها بالطماطم. تمام. بس كده خلاص. هنفضل نقلبها بقى، مفيش نقلب بس البصلة في الطماطم، وبعد كده نحط عليها اللي هو الفلفل الاسمر والملح والماجي، ونقلبها شوية ونسيبها لحد ما تتسبك. خلاص كده خلصت خلاص المكونات بتاعتنا، وهنسيبها لحد ما هي اتسبكت اهي ما شاء الله. بصوا بقى، انتوا حابين عندكوا شوربة يبقى احسن، ما عندكوش هتعملوا زي ما انا عملت، هضطر احط مية، فهتبقى بالشوربة احلى واطعم. فانت هتحطي كمية المية او كمية الشوربة على حسب كمية الرز اللي انت عاملاه. تمام. انا بقى دلوقتي حطيت المية وتمام، ورحت نازلة بالرز، وهنفضل نقلبها كده. هنقلبها بقى كده كويس. تمام. نقلبها كويس قوي، وبعد كده ننزل عليها بالبطاطساية. خلاص كده الموضوع خلص والاكله خلصت. وكده بقى خلاص سهله وبسيطه ومكوناتها كلها عندنا في البيت. هنسيبها لحد ما تتشرب، ونوطي عليها ونعمل النار بتاعتها زي ما بنعمل اي اكل عادي، الرز او بنسوي محشي او بنعمل اي حاجه كده. غرفناها ما شاء الله. بصوا منظرها كان جميل. طبعا معاها السلطة. بصوا كانت تحفة والله، كانت تحفة. جربوها. أكلة اقتصادية، واحنا بنعمل كل حاجة اقتصادية سهلة وعلى قد ايدينا، وربنا يحسن ما بين ايدينا، وألف هنا وشفا.